يستدعي من اللاعبين. تتمنى في مناسبات كثيرة ألا تفارق الكرة قدميه. أمير ليبيا الذي سحر بفنه وأدائه ومهارته كل الجماهير الليبية بل وحتى العربية. طارق التايب، الاسم الذي طالما تردد على ألسنة عشاق المستديرة، هتفت له الجماهير لإبداعه وإمتاعه. يغيب فتغيب المتعة ويحضر فتأتي معه. شوف الكرة بالكعب، الله والله أجمل من هدف. صاحب ماركة الباص عيون برزت موهبته الكروية عام 88 بنادي الأهلي طرابلس ليتدرج بالفئات العمرية وصولا للفريق الأول عام 1994، لتبدأ بعد ذلك رحلة نجاح التايب بعد احترافه خارجيا مع أندية صفاقس وغازي عنتاب، كذلك مع الهلال السعودي. من نهاية للحظة يعود الزعيم من الباب الكبير بأقدام النجم الكبير طارق التايب. كتب التايب اسمه بالذهب في الملاعب العربية بفضل مهارته وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب في أي لحظة، ولعل سر نجاحه كان في عقليته الاحترافية التي امتاز بها. فحينما يجتمع الانضباط مع الفن والمهارة فأنت في حضرة التايب. فريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني كان يقول بأن المفكر لكي يكون مفكرا يجب أن يكون قادرا على جعل الأشياء أبسط مما هي عليه. هكذا يفعل طارق.